السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير والف صحة وسلامة يا ربي. اليوم غنشارك معكم واحد الكيكة بالكركاع او بالجوز. كتجي رائعة في المذاق. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. غادي ندوزو للطريقة والمقادير في نفس الوقت. غادي ناخذ كاس ديال الخلاط، غادي ندير فيه واحد القبيصه ديال الملح، وهنا عندي 3 ديال البيضات، غادي ندير المقادير كامله في خطره واحده. عندي هنايا كاس ديال الزيت نباتيه، هنا عندي كاس ديال الحليب، القياس دائما بالكاس ديال العنبه، وهنا عندي كاس ديال سكر حبيبات. وهنا غادي نضيف شويه ديال الكركاع هكا مهرس ولا صايم اللي كان، حيت كلشي غادي نطحنوه بالخلاط. عندنا واحد الكميه قياس ديال 100 غرام هكا. صافي، هنا غادي ندوز كلشي نضربو بالخلاط ونرجع نكمل معكم التسميه ديال الوصفه. هنا بعد ما خلطت المقادير الاولى في الخلاط الكهربائي، دابا غادي نديرها في هذا المول هذه، وواخا يبقاو شي طريفات هكاك، حيت اصلا حنا غادي نزيدو طريفات ديال الكركاع باش يبقى يبان لنا منين نكونوا هكاك ناكلوا الكيكه، نحسوا بديك الطريفات ديال الكركاع. هنا غادي نضيف قشره ديال الحامض، وغندير 2 ديال الساشيات ديال الخماره 16 غرام، وغادي نضيف الدقيق شويه بشويه، الدقيق اللي كيكون مغربل من قبل. هنا غادي نضيف واحد المعلقه ديال الخل، وهنا كاينين واحد هذوك الحبيبات اللي كتشوفوهم في الخليط، هذيك ماشي دقيق، دوك الحبيبات ديال الطريفات ديال الكركاع اللي بقاو صاينين فيه لداخل. كما كتشوفوا هنا عندي الخليط ثقيل، مازال عاد غادي نزيد واحد 4 كاس ديال الماء طايب. هنا عندي 4 كاس ديال الماء طايب مليان، وغادي ندخلو في هذا الخليط. هنا الخليط كملته بعد ما دخلت فيه 4 كاس ديال الماء طايب ومعلقه الخل. دابا ناخذ واحد المول اللي غادي يدخل في الفران، وغادي نصب فيه هذا الخليط. غادي نضيف لها شويه ديال الكركاع من الفوق هكا طريفات هكا عشوائيين نحطوهم.
صافي وغادي ندخلها الفران على درجه. كل كتعرفوا كل وحده وكتعرف الفران ديالها. ملي كتبغي طيب الكيكات شحال كدير له ديال الوقت. وكاينه اللي كتدخل الكيكه في الفران بارد، وكاينه اللي حتى كيسخن الفران عاد كديرو عاد كدير الكيكه طيب. انا حتى كنبغي ندخلها عاد كنشعل الفران، وغادي نتلاقى ان شاء الله معكم من توجد لينا الكيكه ديالنا. الكيكه ديالنا بعد ما وجدت كتجي على الشكل هذا. غادي نقلبها باش نزينها من الوجه التحتاني، حيت هذا كما شفتوا جا شويه طالع من الوسط، ما جاش مقاد. بالشكل هذا. دابا غادي نزينوها بالمربى. نحاولوا نسرحوا هذا المربع الوجه ديال الكيكه، وغادي نسرحوا حتى مع الجناب. من الاحسن دهنوها او تزينوها بهذا المربى من هي باقا سخونه، باش كيسيح مزيان ديك المربى وكتشربوا الكيكه من الداخل. الشكل النهائي ديال الكيكه بالكركاع او بالجوز كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه. انا زينتها بجوز الهند، وكما يمكن لكم تزينوا باي باللي متوفر عندكم، ولا حتى لما بغيتوش تزينوها الا درتو ديك الحبيبات كما درت ديك الحبات ديال الكركاع من الفوق. انا غير منين جاني الوجه ديالها شويه طالع من الوسط داكشي باش قلبتها وخليت لها الوجه التحتاني هو اللي رديته الفوق. كما كتشوفوا كتجي مهويه ورطبه وزوينه. نتمنى تنال اعجابكم. انا غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها كي كتجي من الداخل ديالها. وهانتوما كما كتشوفوا كتجي مهويه من الوسط، وديك الحبات ديال الكركاع اللي حطينا فيها اللي سناه فيها في التالي كيجي حتى هو فيها باين، وكتحسي به ملي كتكوني كتاكليها. كتجي شيشه كما كتشوفوا ومهويه من الداخل. نتمنى تنال اعجابكم هاد الكيكه هذه وتجربوها. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى تنال اعجابكم وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. واللي كيشوف القناه ديالي لاول مره ما ينسانيش من الاشتراك ولايك وواحد التعليق زوين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر وصفه اخرى باذن الله.